في اصعب، لا في ارخم مباراة للزمالك عموما ولجروس خاصة محليا لحد دلوقتي، الزمالك بيفوز على الانتاج 2-0 بعد وضع درجات الرأفة من اللاعبين في 4 اشواط، وبيتأهل لدور الثمانية في البطولة المحببة. انتوا لسه مع تكتيك يا يحيى. قبل ما نتكلم في الماتش، في حلقة صورت منها كتير كانت بتتكلم عن المشاكل اللي قابلت الزمالك في الفترة اللي فاتت، زي أحقية نادي القرن، استقالة أمير عزمي والرجوع فيها، إقالة أيمن حافظ، إحصائيات جروس ومشكلة الهجوم والباك الشمال، وقف مرتضى منصور، حازم إمام، ما يسمى بعلاء صادق والحوار اللي دار بيني وبينه. كانت المفروض هتنزل الجمعة، بس كان عندي معلومة شبه مؤكدة ان بريزنتيشن هتطلع على الاهلي، فانا اضطريت ان انا استنى واشوف المعلومة دي صح ولا غلط، وفعلا طلعت صح. فانا استنيت علشان خاطر اشوف ايه الاجواء وكده، بس هتنزل قريب ان شاء الله. في مباراة تحت عنوان اخيرا جروس وصل، الزمالك رائع على المستوى الفني والتكتيكي، مباراة بتظهر فيها فعليا بصمات جروس، الدفاع، الهجوم، اتزان كبير، انسجام اكبر، كان ناقصه بس شوية توفيق وكهربا يبطل عروقية وكنا كسبنا سكور كبير جدا. جروس بيبتدي الماتش 4-2-3-1 كالعادة، الطريقة المقدسة بابو الأجناش، وعلى اليمين الرايق جنبه المتوتر شوية عبد الغني، جنبه السوبر علاء، جنبه ناحية الشمال الممتاز بهاء مجدي واحد من نجوم المباراة، في النص طارق جامد، جنبه ساسي المختفي قصريا، على اليمين ابراهيم حسن، في النص اوبا ميتا، ناحية الشمال كهربا، تحت اللي بيتطور كتير جدا كاسونجو. سيناريو الماتش ما كانش غريب على قد ما كان مش مألوف. اول ربع ساعه جزء، اخر ربع ساعه من الدقيقه 75 للدقيقه 90 ده جزء تاني، ال60 دقيقه ما بين اول ربع ساعه واخر ربع ساعه والاشواط الاضافيه ده جزء ثالث. اول ربع ساعه الانتاج كان منظم جدا، فرض هيمنته، فرض اسلوبه، الزمالك كان تقريبا شبه مش موجود. كل الباصات الصغيره لعيب الزمالك كانت غلط، كنا بنرجع كرة كتير جدا لورا، وكنا بنرجع باصات كتير جدا لورا وكانت بتبقى غلط، وشفنا جنش خرج من مرماه اكتر من مره عشان يغطي في ظهر الدفاع. النقاص كان بيطلع الكوره كذا مره غلط، كان بيعمل فاولات كتير جدا، منهم فاول عمله على حدود ال 18 من مكان خطر جدا وكلفه انذار. اوباما بيفكر صح جدا، دماغ لاعب كوره متكلفه، بس يجي في التنفيذ لازم الشوكه والسكينه، لازم تكون الكوره شكلها حلو وخلاص، تيجي بقى في بطن اللاعب، تيجي في رجله، اتكررت كتير وشفناها كتير، مش مهم، المهم ان يكون الكوره شكلها حلو وخلاص. اختفاء مطلق لهجوم الزمالك من ابراهيم حسن وكهربا وابو الكسانيج. الانتاج كان بيلاقي صعوبه كبيره جدا في الاختراق، بس كان بيميل انه يكسب اي كره ثابته من اي مكان في الملعب، واحنا ساعدناه على كده. الانتاج حاول اكتر من مره انه يبني من العمق، بس لقى في زحمه كبيره، كان يميل للاطراف اللي كانوا بيميلوا للفرديات ويروحوا بانفرادات من الجناب، والكره دي اتكررت كتير جدا وتهدد مرمانا كتير جدا. ده كان سيناريو اول ربع ساعه. بعد اول ربع ساعه الموضوع اختلف تماما، الزمالك فرض اسلوبه، لعيبه الزمالك انتشرت انتشار جيد جدا، خلى في مساحات اجباريه في خط دفاع الانتاج، لاعبي الانتاج بداوا يخرجوا بره التركيز، شفنا لاعب راح يشوط من على حدود ال 18 الكره فاتت منه، رجعت للدفاع، اللاعب بيشوط فاتت منه برضه. كان في انسجام كبير جدا بين لاعبي الزمالك خصوصا في الهجوم، شفنا كور طوليه كتير مش معتاده، كان في جمل كتير محفوظه بتتكرر، شفنا 1 3 كتير، شفنا كاسونجو بيحتك وبيريح للي وراه، شفنا لاعب بيجري بياخد مكان ويفوت للي وراه، تفويته اوباما للي وراه كانت عالميه، انطلاقات النقاص كالعاده رائعه، شفنا كهربا بيميل للعمق وبيمرر للنقاص اللي منطلق انطلاقه رائعه، بيدي كره لكاسونجو بتفوت منه في ال6 ياردة على كام جزء من الثانيه. الكره دي اتكررت كتير جدا. الكره اللي لعيب الزمالك اعترضوا فيها الحكم وقالوا لمسه يد، الجمله دي عالميه بجد تتدرس. كيمياء الزمالك كانت عاليه جدا ما شاء الله. الجبهه اليمين للزمالك المتمثله في حمدي النقاز وابراهيم حسن قويه جدا، انسجام كبير جدا، تبادل اماكن اكتر من ممتاز، تفاهم كبير. على العكس في الناحيه الشمال كان بهاء مجدي ملتزم دفاعيا جدا وخلى كهربا متحرر هجوميا، كان بينزل يستلم، يعمل كل الصعب، يطلع بالكوره فرديات، كل الصعب يعمله، يجي عند اللمسه الاخيره بخ بلح. مفيش انانيه عند لاعبي الزمالك، مفيش طمع، اغلب اللعب من لمسه واحده، كل الكور الثابته لينا كانت بتمثل خطوره على مرمى الانتاج، كسبنا كل السكند بول في كل مكان في الملعب. الوقت ده كان مهم جدا، باين قد ايه ان في شغل كبير بيحصل من جروس وجهازه المعاون. بهاء مجدي عمل ماتش حلو جدا، كان ممتاز دفاعيا، حتى الكور اللي طلع فيها هجوميا اتصرف فيهم كلهم صح، عمل 3 عرضيات خطيره جدا، ادى اسيست الكهرباء، لولا ان ما كانش فيه نسبه توفيق كان زمان مكانها الشبكه، والكوره اللي اتقطعت منه عمل فاول وعطل الهجمه. ثبات بهاء مجدي على المستوى ده مكسب كبير جدا. وتد خط النص المسمار جبل طارق حامد، ما شاء الله قوه الا بالله، تطور كبير جدا في وقت عمل الفاولات او استخلاص الكوره، بدأ يبص كويس، بدأ يفتح لعب للباكين، كان حلقة وصل مهمة جدا.
في لعبه كانت الكره في رجل طارق حامد ولاعب الانتاج وقف كام جزء من الثانيه كده، لا لعيبه الزمالك زي ما خلاص بقى طلع الكوره بره، قام مشاور بايده كده وقام لاعب الكوره، وفعلا بعدها لاعب الانتاج قام. الخلاصه من الكلام دوت ان القياده او الشخصيه مش بيبقى لك كام سنه في النادي ولا مين الاقدم. كل سنه وانت طيب يا قلب الاسد. نازلين الشوط الثاني فارضين اسلوبنا، فارضين الهيمنه بتاعتنا بنفس سيناريو نهايه الشوط الاولاني. جروس على غير العاده بيعمل تبديل مبكر، ده اللي هو في الدقيقه 60، بيشد كاسونجو اللي اتطور كتير جدا وبينزل عمر السعيد اللي بيحتك كتير جدا، المشاكس، قوي بدنيا، بيتوقع كويس جدا وصعب جدا يفقد الكوره. بس ده ما يمنعش ان في مشكله كبيره في خط هجوم الزمالك، انا مش عارف هتتحل امتى. بس هنا السؤال، هو كاسونجو كان معترض ليه؟ كان عمال يعمل كده وزعلان، لا بجد كان معترض ليه؟ انا مش عارف. كهربا كان واخد رخصه سحاب، حتى الكره اللي لعبها صح بنسبه 90% ما كانش فيها 1% توفيق، والكره عدت من فوق العرض. بيعمل كل حاجه صعبه ويجي في السهل، انا مش عارف ايه اللي بيحصل. بيطلع بالكره بالخط النص، انطلاقه، فرديات، بيروح انفراد على عامر بيستنى كتير، بيفكر تفكيرين، اشوط ولا لم، اشوط ولا لم، بيقرر انه يلم، بيباصي بطريقه عجيبه جدا. اللعيب بيشيلها من على خط الجون، بترجع لاوباما اللي استنى كتير جدا، وفي الاخر قرر انه يباصي يمين، بيباصي كان عامر قطعها. كانت كره غريبه جدا. تطور كبير في استيعاب جروس للمشاكل اللي بتحصل وكل الكلام اللي احنا قلناه. اقتنع اخيرا ان القوه البدنيه لكاسونجو ضعيفه، ما بيقدرش يلعب غير 50 و60 دقيقه، عشان كده انا شاله. اقتنع اخيرا ان التكتلات محتاجه لاعب حريف، وانت ما عندكش غير ايمن حفني ومصطفى فتحي، وانت مستبعد مصطفى فتحي. بينزل ايمن حفني على حساب ابراهيم حسن اللي كان نقطه تحول في المباراه وقدر يجيب لك ضربه جزاء ويخلي المباراه في صالحك. انت من غير عناد يا جروس ممتاز، يا رب تستمر على كده. نزل ايمن حفني مكان ابراهيم حسن علشان يكون شكلنا في الملعب ايمن حفني في النص واوباما في اليمين، بس اللي كان بيحصل ان ايمن حفني في النص واوباما كمان في النص وحمدي النقاز هو اللي كان وينج يمين. كان مشهد غريب جدا. الانتاج بيعمل تبديل بيغير من شكل المباراه، بينزل لاعب في خط النص محمود حماده على حساب لاعب من الهجوم، بيعمل زحمه في خط النص، بيلغي دور ساسي اكتر ما هو ملغي اصلا. الانتاج بيفرض اسلوبه، بيرجع يمسك كوره اخر ربع ساعه في الماتش كأن الانتاج كان خسران وكان عايز يعوض ويجيب التعادل. خلصت ال 90 دقيقه، نزلنا الشوط الاول الاضافي ضاغطين فارضين اسلوبنا. جروس تدارك الامر سريعا، حتى لو كان ساسي مش مصاب كان هيعمل التبديل ده. بينزل زيزو على حساب ساسي اللي بان افضل كتير، وهنقول ليه افضل دلوقتي. بكل ذكاء ايمن حفني بيجيب ضربه جزاء، محمود علاء بيشوطها مرتين ضحكتونا والله. وبنجيب الجون الاولاني. عمر السعيد بيدي لايمن حفني، ايمن حفني بيريح لزيزو اللي بيخترق وبيخش ما بين الاثنين وبيشوط وبتيجي جون. على فكره هو كان بيعرض بس حلوه برضه تيجي جميله. ويخلص الماتش. ليه كان زيزو صح وبان افضل اكتر من ساسي؟ عشان ساسي لاعب 4-3-3، لازم جنبه لاعب على الدايره عشان ياخد حريته في الهجوم. ساسي لاعب هجومي، على العكس زيزو لاعب دفاعي. ساسي لو هيلعب في 4-2-3-1 فلازم يكون تحت صانع العاب عنده المرونه التكتيكيه انه يبادل مع الادوار، زي بن عمر في منتخب تونس او يوسف المساكني. على العكس زيزو لعيب بمهمات دفاعيه واضحه، لعيب دفاعي اكتر بكتير من الهجومي، بيبان كتير في الهجوم بس واجباته الدفاعيه اكتر بكتير. الانتاج لما زحم خط النص كان لازم لعيب بميول دفاعيه. بس كل الكلام ده ما يمنعش ان ساسي فعلا بعيد جدا عن مستوى الفتره دي. شويه نقط هنلخص فيهم الايجابيات والسلبيات. جروس لاحظ كويس جدا ان مستوى حمدي النقاز بيقل في الشوط الثاني كتير عن الشوط الاولاني، على المستوى الدفاعي اكتر من المستوى الهجومي. خلى محمد عبد الغني في ظهر حمدي النقاز على طول، وخلى بهاء مجدي مدافع ثالث في الوقت اللي بيكون حمدي النقاز متقدم فيه. في كوره في اخر الشوط الاول حمدي النقاز كان مغطي على المدافع ومغطي على المهاجم الانتاج، قام قرر ان هو ياخد خطوتين قدام علشان خاطر يخلي لاعب الانتاج في اوفسايد، والكره اتلعبت في ظهره وعدت وراحت انفراد من الجنب وما اتحسبتش اوفسايد. غطى ببطء جدا، خلي بالك من النقطه دي يا حمدي. محمود علاء عنده مشكله في استلام الكوره الطوليه بيتعامل معاها بصعوبه جدا، والكوره اللي على الارض بتفوت منه. في كوره على الارض فاتت منه في خط النص الماتش اللي فات، والماتش اللي قبله فات منه كورتين. خلي بالك من النقطه دي يا محمود. ظبطنا كتير جدا العرضيات اللي بتتلعب علينا، ما عادتش بتشكل خطر زي الاول، بس ظهر دفاعنا في مشاكل كتيره قوي في المرتدات. يا ريت نظبط النقطه دي كمان. اوباما لو بطلوا انه يجمل كل كره يلعبها اقسم بالله هيكون في مكانه تانية خالص، ده لدرجه ان في كره في نص ملعبنا كان عايز يلعبها برده بشكل حلو واتقطعت. انا يعني مش اسلوب يا اوباما. ما كانش في طمع، ما كانش في انانيه، كان في لعب من لمسه واحده، بس قله الطمع وقله الانانيه ضيعت علينا فرص كتير. كان في كور كتير كانت محتاجه شويه طمع شويه انانيه. نحاول نوفق ما بين امتى نبقى طماعين وامتى لا، النقطه دي مهمه برضه.
جروس اللي بيخرج من تفكيره حرفيا بيلحس التراب علشان خاطر فرصة واحدة بس انه يلمس فيها الكرة تاني. كل لاعب بيخاف على مكانه، كل لاعب بيخاف من التبديل اللي نازل ياخد المكان منه. شفنا لعيبة كتير لعبت واستبعدت خالص بره القايمة، شفنا لعيبة بتخرج من الحسابات، شفنا لعيبة بتيجي. جروس عامل حالة قوية جدا. شفنا زيزو وهو نازل خايف على مكانه وعايز يثبت ان هو انا موجود اهو شوفني. النقطة دي ايجابية جدا، يا رب تستمر عليها. اخر حاجة، شئت ام ابيت، اتفقت ام اختلفت، مفيش مخلوق على وجه الارض يقدر يشكك في ذرة في انتماء احمد حسام ميدو للزمالك. الراجل بيتكلم، بيرد، بيحضر، بيعمل كل حاجة في الامكانيات المتاحة ليه، على عكس ناس تانية واخدة اكتر من حقها بكتير وعاملة نفسها من بالها. شكرا يا ميدو.